وانا هنا في جلابي ملاس. هو هذا هشام ربي الشاط ربي حل عليه 4 سال عليه. شنو ما حكرليش انا لحد الان راني ساكت وراني حامل كامل الناس يهضروا فيا وظالميني وداني عليا الباطل على وجه وليدي محمد وعلى وجهك نتايا، باسكو الغلطه اللي دارتها بنتك ماشي لازم تبهدل بها انت. بصح مادام بناتك اللي لحقوا هذه خوتهم تطلق ولحقوها باش تجي انت لدارك وتحاوزها وتقولها الكوري ما نسكنكش فيه، باسكو شفت لي كابتور وزيد سمعت الفوكال. لو كان نزيد نسمعك تهضر كلمه واحده، شفت كلمه واحده تخرج تهضر كلمه واحده في لايف عليا، نحط الفوكال هذيك اللي يخليك تحاوز بنتك منذ حوالي 2 ونص لحد الان مازال ما راهيش عندك في الدار، ونحط ميم لي فوكال تاع بنتك اللي تهضر وتقول انت بلي حاوزتها وجيت تصب عليها، باسكو على بالك واش دارت. حاجه واحده اخرى سي بابا، انا راني غير نبارطاجي في الامور تاع زواج تاع عرسي، حاجه تاع الفرح، حاجه القديمه سي بون نحيتها انا من راسي كيما نقول ماشي نتبع فيها، باسكو علاه الحكم راهو خرج وانصفني الحكم هذاك، وانا السمانه الجايه راح نحطو وماذا بيا تحبس هنا. هاوليك الحكم فك الرابطه الزوجيه والسبب تاع فك الرابطه الزوجيه اللي يبين شكون هو الطرف الظالم، واللي يبين بلي انا انسان عندي الحق اني تاخذ قرار تاع الطلاق هذايا وعاود زواجي وعندي 1000 حق، وكونترير سكت وما هدرت حتى كلمه. ما نخلي الامور تبقى في الجهه القانونيه تاعها بلا تبهدايل، بلا ما نسمعوا بكم كامل الناس، وكل واحد يروح في طريقه. السلام عليكم.